أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بودات قلبي. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. اللي اشتركت في قناتي أتمنى لها الصحة والعافية يا رب، واللي ما اشتركت يا ريت تشترك وتحط لايك وكومنت، لأن الاشتراك يحمسني إني أنزل دايم فلوقات. إنه بصراحة قناتي مرة نازلة تحت وما في أي مشاهدات ولا أي اشتراكات، فهذا الشيء صراحة يحزنني مرة. ودايما أتكاسل إني أنزل، لأن عندي مقاطع كثير، عندي مقاطع كثير في الفيديوهات يعني مصورتها، فأتكاسل إني أنزل لأن ما في أي دعم للقناة ولا ترتفع، لو شيء بسيط. ما في اشتراكات ولا كومنت ولا أي شيء، ولا كأني أنزل. طيب، فباشتراككم وكومنتاتكم تدعموني كذا، انتم تدعموني تحمسوني. وبس يعطيكم العافية. طبعا هذا الفلوج قبل الولادة خلص الأيام الأخيرة قبل الولادة. طبعا تشوفون فيه هذا الفيديو. هذا عموري طلب مني آه، إنه يسوي آيس كريم. طيب شاف أتوقع المقطع في التيك توك أو شيء زي كذا، فطلب مني طلب مني جيلي وكريمة خفق بس. تقريبا كلفتنا 12 ريال، 12 ريال أيوة. الجيلي بريالين والكريمة الخفق بس. تخيلوا أطلع منه آيس كريم. صراحة لذيذ مرة طعمه، صراحة مرة لذيذ. أطفالكم لو يسووه راح يعني آه يتحمسوا، عرفتوا، خاصة في الإجازة دحين والصيف. فممكن تحطوا له مثلا، أنا أقول يعني من عندي تحطوا له قطعة ستروبري أو أوريو يطلع على قد كمان. صراحة هو لذيذ لذيذ مرة. وهنا مرة مبسوط إنه سواه كده، ما جمد مرة. يعني تقريبا خلاه 4 ساعات، هو قال لي 4 ساعات بس المفروض أتوقع إنه المفروض يكون أكثر، يعني 6 ساعات أو شيء زي كده. صراحة طلع يعني طلع لذيذ. وهنا في جالسة أجهز شنطة الولادة قبل الولادة بكم يوم. فاللي تشوف هذا الفيديو وعلى وجه ولادة، فأقول لها إنه أول تكون في الشهر السابع أو الثامن في هذا الوقت، يعني الأفضل إنك تجهزين شنطة الولادة. فأنا اتأخرت للأيام الأخيرة، بالرغم من إنه عندي يعني كل شيء جاهز، يعني مجهزة كل شيء. أنا أصلا الطلبات كلها ما يعني ما جهزت للبيبي إلا في الشهر السابع والثامن. ف وجلست يعني كذا شهر تقريبا فاضية، ما عندي أي شيء. بس تعرفون الحمل كذا مرة ترى في الشهر الأخير ما تقدرين تسوين أي شيء، ما تقدرين تسوين أي شيء. بالرغم من إنه يعني، بالرغم من إنه يعني مغسل الأغراض وكويتها وكل شيء. ف... فهنا حطيت أول شيء بيت البيبي، أو اسمه إيش، هذا المدس أو البيت البيبي حق الخروج مع قبوعته. فأنا حطيته. طيب حطيته أول شيء في الشنطة عشان أشوف. هو كبير بس ما شاء الله الشنطة هي حجمها، أنا كنت يعني توقعت إنها ما راح تشيل شيء، بس ما شاء الله تبارك الله شالت هذه الأغراض كلها، يعني شالت الأغراض اللي تكفي البيبي. طيب، وهنا حطيت كل 3 لبسات، لبسة خروج أو لبسة استقبال أول ما اتولدت البنوتة. لبستها هو. طيب، يكون جاهز مع طقم كامل، يعني حطيت لها ومعاها جوارب يد وقبوعة، يعني طقم كامل ومعاها بامبرز ومريلة ولبسة داخلية بربتوز، وطقمين أخدتها أفرولات. طيب، أفرولات بس كلها يعني حاجات مريحة، يعني حاجات طول اليوم، مو حاجات بس استقبال وخلاص. لا لا، ما أخدت لها يعني ملابس الاستقبال، الأساسية ما أخدتها. طيب، وهذا اللبسة هو اللي أفرولات. أفرولات بس أخدت لها. شوفوا كيف كل لبسة كاملة، 3 طقمات كاملة. أتوقع اللي تولد طبيعي، أنا ما كنت أدري يعني طبيعي أو قيصر، بس التولد طبيعي فتكفي 3 لبسات، لأنه أصلا غالبا بعد يوم أو يوم ونص تخرج، يعني بعد 24 ساعة غالبا خروج، ما تحتاج يعني أكثر من 3 لبسات. كل واحدة طبعا احتياجاتها وتشوف إيش هو المناسب. بس أنا يعني ما أحب ما أحب مثلا أشيل أغراض كثيرة لأني أتعب في ترجيعها، لأن بكون لوحدي وزي كذا فأتعب في ترجيعها. وتتبهدل كذا أغراض ولا تضيع ولا أي شيء، فما أحب كل شيء كذا مرتب مكان. شوف كيف
هذه الطقمة لبستها بعد ما ولدت كده، لبستها هذا الطقم. يا هذه مرة شعور حلو بعد الولادة صراحة. بس راح أنزل لكم مقطع ثاني إيش حصل بعد الولادة، بعد يعني ولادة البيبي إيش حصل. يعني راح أنزله في مقطع ثاني. فكانت هنا خلاص حطيتها، وهنا فيه كمان شو اسمه بطانية كده دافية خفيفة. خليتها يمكن هناك يكون المكان بارد ولا شيء الغرفة، فيمكن تحتاج بطانية. فأكيد يعني تحتاج بطانية، إنه ما في يعني غير أنا اللي أجيب يعني. فهنا عدت رجعت الملابس عشان أعطرها بس. فتدرون إيش حصل؟ بعد ما بنتي حصل لها ذاك الموقف في المستشفى، فبعدين أنزل لكم في فلوق تاني. طيب، فرجعت أغسل هذه الملابس، ما لبست إلا اللبسة الأولى. طيب، لبست هذه اللبسة الأولى اللي هنا على اليمين، أو اللبسة حقت لبستها، والثانيات كل الملابس رجعت غسلتها من جديد وما عطرتها، شلت يعني ريحة العطر كله. طيب، الأفضل إنكم ما تعطرون أبدا، ملابس البيبي ما تتعطر. كفاية يعني كفاية روايح البودر وزي كده، خلاص هو بيبي جديد يعني ما يحتاج أصلا تعطرون ملابسه. فأنا كنت يعني ما أعرف، أنا دايما كده أغسل الملابس وأكويها وأعطرها، ماني عارفة ليش، وأعطرها كمان بعطر يعني قوي. فأتوقع إنه غلط. آه لأن البيبي لسه يعني صدره ضعيف أول ما يتولد، مع إنه العطر يعني خفيف، ما هو عطر ثقيل ولا شي زي كده. فهنا هذه يطبع عليها يدات البيبي ورجوله الكيوت. طبعا هذه ما طبعتها إلا بعد أسبوعين يمكن، لأن حصلت ظروف كده، بعدين أقول لكم عليها. بس تابعوني للآخر، تابعوا الفيديو كامل، تابعوا فيديوهاتي كلها، شاركوا في قناتي، حطوا لي لايك. فعندي لكم أحداث مرة حلوة، وعندي مقاطع مرة تجنن. آه عندي فيديوهات مرة حماسية وحلوة، وراح آه راح تعجبكم بإذن الله، خاصة الأمهات واللي يحبوا يهتموا بنفسهم. وصراحة مرة حلوة أشياء لسه راح أنزلها بإذن الله. يعني في بالي أشياء كثيرة 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 راح أشاركها معاكم بإذن الله. خاصة الحين بعد النفاس راح أشارك معاكم أشياء مرة حلوة، لأن هذا الفيديو نزلت الحين، هذا الفيديو بعد شهر من الولادة أنزل لكم. طيب، هنا أخذت لها لفة، قلت يمكن تحتاج لفة كده خفيفة. كانت أصلا غرفة مرة حارة في المستشفى، كانت غرفة مرة حارة 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 بشكل مو طبيعي. طيب، فكنت أنا أروح كل شوية أروح أشغل المكيف، أروح يعني دورت المكيف، رحت سألت وكذا، رحت مع إن الغرفة مشتركة، فالثانية معايا واحدة ما سألت على ليش حر. فأنا ما قدرت صراحة، حر 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 مو طبيعي. وهنا طبعا وأنا أصور دخلت البسة مفتوح باب الشارع، ودخلت من الباب، سوت فعالية الكنان، ومعاه هنا العاملة راحوا يجرون وراها. فهي تعرف إنه كنان يحب البسس، وطبعا ممنوع من البسس، لأني أنا ما أحب البسس صراحة، ما أحبها مرة، متعبين في البيت. طيب، وهنا طبعا أنا أخدت لي لبستين، بس لبستين وطرحة وشرابين، كل لبسة معها طقم شراب. وهنا هذا اللبس أخدته للخروج، ألبسه يعني ثاني يوم عند الخروج، يعني يكون شكل كذا مرتب. وأخدت البيجامة هذا عشان أنام فيها بعد الولادة. طيب، يعني ألبسها وألبس الشراب وأنام فيها. فأنا اتولدت أنا ولدت ولدت على الساعة 11:30 في الليل، يعني بس وقت النوم، يعني على وقت النوم فلبست بيجامتي. أما هذا الرعب عند الخروج من المستشفى. آه، ف... فهنا طبعا أنا عطرت أشياء يعني، فعادي عطرتهم، حطيتهم طبعا في شنطة ثانية. هذه لسه ضاعت، طلعت فوق وضاعت ما هي عارفة تنزل، بعدين نزلت هنا من الدرجة. طيب، وهذه الطرحة لبستها. فأعتقد لازم اللي ولدت، اللي يعني في بعد الولادة لازم تحتاج تلبس طرحة، عشان بإذنها لا يدخلها هواء، وتكون كل العروق المفتوحة في جسمها. فأعرف يعني هذا الشيء.
فلازم تلبس كده، تحط طرحة على إيدنها عشان تغطي إيدنها وراسها كده، دائما تكون دافية. فأنتوا تعرفون يعني هذا الشيء لازم تكون دافية. طيب وهنا أخذت هذا الشوز، أخذته عشان أحتاج لما أنزل من السرير كده في المستشفى، فأحتاج ألبسه. طيب وأخذت شوز تاني ترى للحمام، أخذت خفيف كمان بس أنا ما صورته، أخذته للحمام. وهنا طبعا هذه الشنطة الصغيرة الكيوت، فيها أشياء كده خاصة، ملابس داخليات وكذا، ما صورت لكم. هنا تمرة النفاس، آه احتجتها يعني بعد الولادة صراحة، أنقذتني. معاي كده كان كوب شاهي أعشاب، شاهي الأعشاب، وطلبت منه موية حارة، وأكلت كده حبات تمرة، فاستفدت. هذه التمرة سويتها بالأعشاب، يعني نص سويت بالأعشاب ونص بالمكسرات حقت نفاس، يعني حطيتها في الفريزر. وهنا طبعا أشياء كده للعناية أخدتها زي ما انتم شايفينها. أخدت كريم يد، أخدت معطر كده صغير، وأخدت ربطة وراش وإسورة وشوية إكسسوارات وبس. والله اللي شافت نهاية المقطع، جابتني لنهاية المقطع، أتمنى تدعمني بلايك وكومنت واشتراك، وشكرا اللي تتابعني، ومع السلامة. مع السلامة.